بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء المتجدد. أعزائي الكرام، سوف نتحدث عن مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام مناظره الأرجنتيني، والتي تدخل في إطار نهائيات مونديال 2026 الجارية بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. إذا كما تابعتم أعزائي الكرام المباراة والتي ظهر فيها المنتخب الوطني الجزائري بوجه باهت، أو إن لم نقل كارثي بمعنى أتم الكلمة. إذا ظهوره خيب آمال الجماهير العريضة، والتي كانت تأمل في أن المنتخب يؤدي مشوار مشرف في هذه الدورة. ولكن للأسف هذا الظهور أثر على معنويات الجماهير، والتي تتساءل ما السبب ولماذا هذا الأمر، خصوصا بعد الأداء المقبول أمام الفريق الهولندي. إذا هنا تطرح عدة تساؤلات: لماذا هذا الظهور؟ وماذا يعمل هذا الطاقم بقيادة بيتكوفيتش، والذي هو يشرف على المنتخب الوطني منذ فترة طويلة، يعني أعتقد أنها تتعدى العامين. ما رناش نشوفوا ذيك الحرارة وذيك الجرينتا اللي كانت كاينة واللي لازم تكون في الفريق. أنت واجهت بطل العالم، كان من المفروض اللعابة يكون عندهم حرارة. هذيك الحرارة ما شفناهاش في خلال اللقاء. اللاعب وكأنهم يتمشوا فوق أرضية الميدان. والله شيء غريب وتساؤلات عديدة. ولكن حسب ملاحظاتنا احنا منذ فترة للفريق الوطني، عندما الناخب ما يقدرش يعطيك التشكيل الأساسي للفريق، وانت ما تقدرش تتوقع التشكيلة اللي ربما تواجه أي منتخب في أي لقاء. أنا أعتقد أنه هنا مشكلة. علاه؟ لأنه أنا نعرف بلي لما تكون عندك تشكيل أساسي، هذا يخلي ذاك التنسيق والتناغم بين اللاعبين بطول الفترة تاعهم اللعب مع بعض، يكون هذاك الانسجام والتنسيق، خصوصا في النقولات الكرات بين اللاعبين. واللي ربما لاحظناها في خلال هذا اللقاء، أن الفريق الأرجنتيني كان لما يدير التمريرات مع بعض اللاعبين مع بعضهم، كانت النقولات هذه تكون بسهولة وببساطة، يدخل لك للمنطقة 18 متر. والملاحظة الأخرى أيضا اللي شفناها، أنه اللاعب ميسي كان حر ومتحرر، يعني يتحرك كما يشاء، لا توجد مراقبة ولا شيء. إذن هنا يبقى سؤال مطروح: لماذا؟ حنايا نتمنى إن شاء الله هذه المقابلة تكون بالنسبة للطاقم الفني تكون درس، ويشوف ويعاودوا يراجعوها، ويشوفوا الأشياء اللي أدت لهذا الأمر هذا، ويصلحوا ما يمكن تصليحه، باش في المباراتين المتبقيتين على الأقل يظهروا بوجه يرضي يخلي الجماهير ترضى، لأنه مازال كاين مشوار قدام هذه اللعبة. معظمهم راه صغير وراه جاي من المفروض، وراهم كلهم ينشطوا قلنا في الدوريات الأوروبية، من المفروض الأداء تاعهم يكون عالي وأوروبي. إذن هذا الخصوم اللي راهم يلعبوا معهم تقريبا في نفس الدوريات. إذن من المفروض ما تنجمش تقول المستوى بعيد ولا ما، بالتقريب بريسك راهم كيف. إذن هنا نتمنى من الطاقم هذا يعمل ما في وسعه، باش على الأقل يعاود يرجع لنا الأمل. راهي كاينة مباراة مع الأردن، والمباراة الأخرى مع النمسا، أعتقد النمسا. إذا نتمنى إن شاء الله الخير، وإن شاء الله الطاقم يعمل ما بوسعه باش يرجع لنا الأمل ويفرحونا كما العادة. وفي الأخير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.